هي ايه انواع التخطيط؟ اولا بكل بساطة، من انواع التخطيط اليومي. عشان تدير وقتك اليومي بكل بساطة، ارسم جدول فيه ساعات اليوم، مثلا من 6 صباحا إلى 10 مساء. اكتب في كل خانة ايه المفروض تعمله: مذاكرة، رياضة، راحة، شغل. 2. تخطيط أسبوعي، عشان تشوف أهداف الأسبوع بشكل عام. قسم الورقة 7 خانات، اكتب تحت كل يوم المهام اللي محتاج تنجزها. تخطيط شهري، رؤية الأحداث الكبيرة، امتحانات، مشروعات، مناسبات. اعمل جدول من 30 خانة، كل خانة يساوي يوم في الشهر. حط المواعيد المهمة أو الأهداف الرئيسية كل أسبوع. تخطيط الأهداف، اكتب هدف كبير، مثلا اتعلم لغة، أطور قناة، أخلص مشروع تخرج. 5. مصفوفة الأولويات، مصفوفة أيزنهاور. لما تكون محتار تبدأ بإيه الأول؟ ارسم جدول فيه 4 خانات تعرف مصفوفة الأولويات، تعرف كمان باسم مصفوفة أيزنهاور ماتريكس. هي قضية بسيطة كفاية تنظم وقتك ومهامك حسب الأهمية والاستعجال. 6. مخطط ذهني، مايند ماب. لو عندك فكرة كبيرة زي مشروع أو فيديو أو قناة أو خطة قناة، ابدأ بكلمة فيها النص، مثلا القناة، وارسم تفرعات، محتوى، مونتاج، تصوير، أفكار، جدول. 7. التخطيط برؤية، فيجن بورد، ده للناس اللي بتحب الصور والتحفيز. ارسم أو ارسم صور لأهدافك: جسم رياضي، مشروع ناجح، مكان عايز تسافر له، يحفزك كل يوم لما تبص عليه. لو حبيت المحتوى وعايزه يتطور أكتر، متنساش اللايك والكومنت والشير.